ليس التلميذ هو الذي سيصلح، مش التلميذ هو اللي باش يصلح المنظومة التربوية، لكن هو حلقة أساسية في هذه المنظومة. أنا ماهوش المفعول به، هو الفاعل الأساسي، كما نقولوا هو المحرك نتاع الطيارة هذيك. معناها إذا كان احنا كلنا نحكيو على الإصلاح والتلميذ ما هوش هوني، هل تتم عملية الإصلاح؟ لذلك نحن ننطلق من استماع إلى آراء الأطفال كيف يرون الإصلاح. سنأخذ آراءهم طبعا وبعد آراء المعلمين وبعد. إذا نقول من هنا نبدأ لنساهم في بناء تونس الغد، كل من موقعه لنتجاوز هذا الواقع الذي لا يرضينا ونطمح إلى الأحسن. تونس تسخر بالطاقات وسلاحنا هو الفكر والساعد. معا سنبني تونس المستقبل. شكون معا؟ راه سميولي شكون معا؟ كل واحد يقول لي معا شكون؟ تلاميذ معلمين رئيسين خطوة عشوائية بالواحد بالواحد. أي الأولياء. نعم، إذا نجم نقولوا التلميذ، المعلم، الولي، المنشط، الإعلامي، أيضا الوزير. نعم، مشاهدين صحيح الوزير. نعم، شو دور الوزير؟ ينفذ يحقق مصالح هذه البرامج. البرامج الوزارة، مش الوزير كشخص، راهو الوزارة كاملة تعطينا برامج جيدة لكي نتمكن من الوصول إلى لكي نرتقي بأنفسنا، يعني الإبداع. إلى الإبداع، لكي نصل إلى الإبداع. إذا احنا بدينا وتلامذتنا شاركوا. عملنا الحصة الأولى شاركنا مع من أجل عيون الطفولة بالاستماع، تذكرون جيدا. شكون وقت اللي حضرت الحصة باش السيد جميل الصغار. نعم، إذا واستمعنا وشاركنا وساهمنا بمناقشتنا. ثم عملنا ندوة فكرية في رابطة الأجيال، تذكرونها؟ حضرت فيها تلميذتين، التلميذة الأولى هي رحمة، التلميذة الثانية هي يسر، ويسر أحضرت معها والدها ووالدتها معها. وكانت القصة ثرية جدا، ومشكور سي جميل الصغل لأنه جمع ما بين الطفل والولي والمعلم وكل المجتمع المدني وأنار لنا طريقنا، وهذا جيد. نريد الآن أن نستمع إلى آراء الأطفال. بالطبيعة احنا راهو اهتمام أطفالنا ما جاش صدفة. اهتمام الأطفال بالإصلاح التربوي ناتج على اهتمام المعلمة. إذا أنا كنت المهتمة الأولى، ثم بعد ذلك الأطفال أصبح لهم رغبة في هذا الإصلاح. سنحاول أن نأخذ الآن بعض العينات من مقترحات الأطفال. نبدأ برحمة. الاسم واللقب. رحمة الجرازي. من المهم جدا أن نصلح أنفسنا قبل الاهتمام بإصلاح غيرنا لكي ترتقي بلادنا. كما يجب أن نحافظ على النظافة بلادنا، كما نستطيع أن نقوم بحملات النظافة. ونحن في قسمنا قمنا بانتخاب بلدية القسم. وأيضا على التلاميذ أن يتعلموا كيف يحبون العمل بأنفسهم لكي يبدعوا. فمثلا نحن أبدعنا في قسمنا بمساعدة معلمتنا التي فتحت لنا مجالات الإبداع. وداخل قسمنا نحن نعتبر أن التلاميذ الشعب والمعلم الرئيس، أما النظام الداخلي للقسم فهو الدستور. باش ناخذوا السنة السادسة يحيى ريان. مساج منوع. مساج. الحد من نسبة الانقطاع المدرسي، وذلك عن طريقة تمكين التلاميذ من الراغبين في تعريف بعض المهام الحرفية من الدخول إلى مراكز التكوين. إعادة تحديد الزمن المدرسي. من غير معقول أن نقضي أكثر من 8 ساعات داخل المدرسة. متى سنعمل؟ متى سنلعب؟ متى سنبدأ؟
يكون العمل من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال، وتخصيص الحصة المسائية للنشاط الثقافي، نوادي تربوية على المواطنة، مسرح، رسم، مطالعة، موسيقى. أيضا تحديد أسبوع مغلق، تغيير الكتب المدرسية ومراجعتها من قبل المختصين، وأحداث ملاعب رياضية خاصة لحصة الرياضة. يجب المعلمين أن يتواصلوا مع الأولياء. جميل. رؤى علينا أن نحافظ على التدريس، لا وجود للعنف ولا التعاون، يتواصل المعلمين والأولياء بالاجتماعات. علينا أن نعمل بجد. برافو. هاي هيا. يجب تمييز الظروف الملائمة للدراسة. يجب على المعلم أن يجمع بين العسر واليسر حتى فيكون فوقه جدي. هناك الكثير من الإزعاج عند الدراسة، فعندما نعمل في قسمنا نسمع كثيرا من الضجيج يسببه العمل عند الأجوار، فنستحب أن إيقاف العمل أثناء الدراسة عند الأشغال، وإيقاف الدراسة يوم الجمعة مساء، وتوفير النوادي مثل الرسم والموسيقى والمسرح. تميز مدرستنا بالنوادي الرياضية والمراوح أثناء المصيف، فيمكننا العمل في الصيف بظروف ملائمة. تنظيف الأقسام وتعقيمها، توفير حاويات في الساحة، تجهيز الملاعب الأدوات الرياضية. أتمنى أن تكون مدرستي نظيفة، لأني لا أجد راحة في الدراسة خوفا من أن تصيبني الأمراض المنتشرة. عند إيجاد الطفل الظروف الملائمة للدراسة يجب المحافظة على تجهيزات المدرسة، وأن يحترم المعلم والتلاميذ. نقف كلنا انشدها ننشد. لا حجرا. 1 2 3. حجرا حجرا نبني الوطن، حجرا حجرا نبني الوطن، نصل الآفاق يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق، يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق. يمتد الدرب بأيدينا حبلا من نور، يمتد الدرب بأيدينا حبلا من نور، يمتد رصيف أغانينا فتضيء الدور، يمتد رصيف أغانينا فتضيء الدور. حجرا حجرا نبني الوطن، حجرا حجرا نبني الوطن، نصل الآفاق يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق، يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق. وشبابك ماض يا وطني في كل مكان، وشبابك ماض يا وطني في كل مكان، يتحدى قافلة الزمن صلب الإيمان، يتحدى قافلة الزمن صلب الإيمان. حجرا حجرا نبني الوطن، حجرا حجرا نبني الوطن، نصل الآفاق يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق، يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق، يا درب الثورة مر بنا هز الأعناق. برافو برافو. يعطيكم الصحة الأولاد. احنا عايشة نقدم اعتذاراتنا لكل المستمعين فهمني، باعتبار ان الله غالب فهمني ما واجهتش معنا ظروف تقنية ما نجمش نقل نقل مباشر فهمني للمستمعين.